مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: غضب في الجزائر، مؤثرتان تسخران من شخصية ثورية. منذ أيام والجدل دائر بين الجزائريين على مواقع التواصل بعد تعليق ساخر لمؤثرتين شهيرتين حول شخصية تعتبر رمزا من رموز الثورة التحريرية. فقد أطلت فل الملكة والمؤثرة شاهيناز في بث مباشر ذاكرتين مقولة جزائرية شهيرة: يعلي موت واقف، يعلي موت واقفا، وانفجرت بالضحك والسخرية. فيما انتشر المقطع الساخر بشكل رهيب على مواقع التواصل، حيث اتهم العديد من الجزائريين المؤثرتين في السخرية من شهيد الثورة التحريرية علي عمار المدعو علي لابوينت، الذي قتل بعدما فجر الجيش الفرنسي البيت الذي كان يختبئ فيه برفقة ثلاثة. وقال أحد المعلقين: وجب محاسبة المؤثرتين اللتين سخرتا من رمز من رموز الثورة التحريرية. وقال آخر الزمان: مؤثرتان ليس لهما محتوى سوى الهزل والرقص، تسخران من شهيد بطل. أنا أحكي مع أصحاب العقول النيرة، وهذا أول فيديو وآخر فيديو نحكي على هذا، غير أن آخرين نفوا عن خريجتي برنامج قسم ونصيب تهمة الإساءة، معتبرين أنهما سخرتا فقط من العبارة لا الشهيد. في المقابل خرجت الملكة فلا في فيديو توضيحي معتبرة أن المقطع الذي انتشر مجزء من فيديو طويل، كما رأت أن قص الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أتى لأذيتهما وشاهيناز. بدورها ردت المؤثرة شاهيناز قائلة: أحب بلدي فوق كل شيء، لا يمكن أن تكون نية الإساءة للثوار. من جهة ثانية قال مسؤول التنظيم بالجمعية العامة لكبار معطوبي حرب التحرير في البليدة الحكيم محرزي قبل يومين إن الهيئة باشرت إجراءات رفع دعوى قضائية ضد بعض من يعتبرون أنفسهم مؤثرين على مواقع افتراضية وصفحات إلكترونية. وأوضح في تصريح إعلامي أن المعنيين ضربوا كل معايير الحشمة والاحترام، إضافة إلى المساس بقدسية الشهيد. يشار إلى أن عبارة علي موت وقف ليست مستمدة من حياة علي عمار، لكن أخذت من فيلم الأفيون والعصا الذي يحكي حقبة من تاريخ الثورة التحريرية للممثل القدير سيد علي كويرات، والتي صارت تردد على ألسنة الجزائريين للتعبير عن الصمود في مواجهة أزمة ما. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة.